يا صباح النور على البنور، يا صباح الهنا والسرور، يا صباح الفل والياسمين وكل حاجة حلوة في الدنيا. أنا شيماء أغا، ودي قناتي. أهلا وسهلا بكل جديد شرفني في القناة. قبل ما نبدأ الفيديو أحب أقول لكل لسه ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ويحط لنا لايك ويسيب لنا تعليق حلو كده زيكم. هتعملي ايه النهارده يا شوشو؟ هنعمل النهارده فطار سهل وبسيط وحلو كده، وان شاء الله باذن الله يعجبكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. بصي بقى يا ستي، انا كنت ناويه بصراحه اعمل مكرونه بشاميل، بس رجعت في كلامي كده في اخر وقت وقلت هعمل جلاش باللحمه المفرومه وجنبه شويه سلطه يعني نظبط كده الدنيا حواليه. اكل بسيطه وسهله وموفره على فكره. ممكن ما تعمليش الجلاش ده باللحمه، ممكن تعمليه بالجبنه. لو ما عندكيش لحمه او ما عندكيش فراخ ممكن تعمليه بالجبنه. الجلاش ده يتحشى اي حاجه وسهل وظريف ولطيف وسريع كده، وفي نفس الوقت اكله خفيفه. احنا كلنا دلوقتي زهقانين من اللحمه والفراخ والسمك والاكل التقيل يعني. فنعمل وجبه النهارده خفيفه خالص ان شاء الله باذن الله يعجبكم. صلي على النبي بس كده وحطي لايك واشتركي في القناه، تعجبك ان شاء الله باذن الله. بصي يا ستي، انا اول حاجه كده قلت ايه، هعصج اللحمه اللي عندي. كان عندي ربع كيلو لحم مفروم. جبت حبه في شويه مستكه مطحونه، حطيتهم الاول في شويه الزيت والسمنه، وبعد كده سخنت الوك كويس جدا اللي معايا، وبعد كده نزلت عليهم باللحمه. اتشوحت كويس قوي، وبعد كده نزلت بالبصلة وانزل بقى بالبهارات بتاعتي، وحتة فلفلاية حراقة على حتة فلفلاية رومي، وايه ونظبط كده العصاج بتاعنا. تمام. هو يعني بصوا، اللحمة لما بتتعصج بالطريقة دي بتبقى طعمه قوي، بتبقى حلوة جدا. شوية المستكة اللي احنا بنحطهم في الاول او فصين المستكة اللي هتسيحهم في حتة السمنة، او شوية الزيت البساط خالص، لان اللحمة المفرومة بتبقى سمينة عموما يعني. بتاخد اللحمة دي ريحتها وطعمها في حتة تانية خالص، بيبقى طعمها حلو جدا. وبتنزليها على طاسة كده سخنة قوي، اللحمة تقوم متشمعة على طول، ما تنزلش مية ولا تسرد مية ولا اي حاجة. وبعد كده تنزلي البصلة تاخد تشويحة مع اللحمة، وبعد كده الفلفلة الالوان بتاعتك بقى، ومعاها طماطمايه، نص طماطمايه صغيره كده، وتبهري ببهاراتك وتشوفي احلى عصاج زي ما انت شايفه كده. شكل وطعم وريحه حاجه كده، فاخر فاخر من الاخر يعني. بصي بقى، حطيتي اللايك، حطي اللايك، اوعي تنسي اللايك، اوعي ما تنسي تتفرجي على الفيديو حلو جدا جدا جدا. هنا خلاص عصجنا كده اللحمه، وبقت جاهزة معانا ان احنا نحشيها بالجلاش او المكرونة، او على حسب هتعملي بيها ايه. انا كنت مطلعه الكيس ده وكنت مفكراه جلاش على فكرة. اتاريها كانت سمبوسة، بس كانت ناشفة عندي في الفريزر، يعني كانت في الفريزر فترة بقى لها طويلة ونشفت، فللأسف يعني بقى باظت يعني خلاص. طبعا هعينها يعني، هحطها قصدي الاكل الطيور، واجيب بقى لفة الجلاش بتاعتنا ديت، ونبدأ بقى نشوف هنحشي الجلاش ازاي. بصي، انا مثلا عموما بحب احشي الجلاش الورقة، ما بحبش ان انا ايه اتنيها في قلب القارب بتاعي او كده، لا انا بحط الورقة نصها في القارب ونصها بره، بره القارب، وبعد كده اقفل عليها. دي بالنسبة لي احسن طريقة ان انا اعمل بيها جلاش. بتبقى الحشوة جوه، ببقى ضامنة ان الحشوة ما طلعتش بره، ولا هتطلع بره، ولا هتلزق في حروف القارب بتاعي ولا اي حاجة. حلوة قوي وسهلة جدا على فكرة الطريقة دي، ظبط لك كده التقفيله، انت فاهماني. القارب بقى مدور، القارب مربع مستطيل بيضاوي، اعمليها بالطريقه ديت هتبقى حلوه قوي. انا بدهن بين كل طبقه وطبقه، بدهن شويه زيت زيتون، زيت ذره، زيت دوار الشمس اللي عندك يعني المتاح عندك. عايزه تحطي زيت على سمنه حطي، بس انا بصراحه بحسه خفيف وحلو بالزيت. تمام. انا بحب الزيت بصراحة. في هنا بقى حاجة كمان لو انت عايزة تعمليها. انا مثلا عشان هحط على اللحمة دي جبنة موتزاريلا، مش هحط عليها بيض. يعني خلاص هي اللحمية عايزة تحطيها كده من غير لا جبنة ولا اي حاجة وتقفلي الجلاش بتاعك، قفلي.
انا مثلا واحده من الناس ساعات احط مثلا جبنه موتزاريلا زي ما انا هحط دلوقتي كده، شويه جبنه موتزاريلا خفاف خالص على اللحمه كده. لما الجبنه بتسيح بتمسك اللحمه في بعضيها، لما بتيجي تقطعي الجلاش آه، ما بي اللحمه بتفرولش منك، فاهماني؟ طيب لو انا مش عايزه احط جبنه موتزاريلا او ما عنديش جبنه موتزاريلا، بتبقى فيه حركه حلوه جدا، تجيبي بيضه تضربيها مع اللحمه لما اللحمه بتبرد، وتقومي ضرباها كده مع اللحمه وحطها في النص. بصراحه بتمسك اللحمه مع بعضيها، لما تيجي تقطعي قطعه الجلاش لا تقع منها ولا اي حاجه، متماسكه 100%، بتبقى حلوه جدا على فكره. بس انا عشان النهارده احط جبنه موتزاريلا فمش هحط البيض. تمام. حطي لايك بقى يا حبيبتي، واشتركي في القناه يا قلبي. صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، عليك يا حبيبي يا رسول الله. هبدا بقى اقفل الورق بتاعي زي ما انت شايفه كده. هو يعني الجلاش بقى بالطريقه دي ما باخدش مني ورق كتير. ليه؟ كميه الورق اللي انا حطيتها في الارضيه هي كميه الورق اللي انا اللي نصها يعني هقفل بيه. تمام. يعني انا مثلا لو حطيت 10 طبقات او 5 طبقات او 7 طبقات من الجلاش تحت، هما ال7 طبقات مش هزود عنهم. بقفل نصهم بقى، نصهم بيبقى تحت ونصهم بيبقى فوق. بتتقفل، شايفين؟ يعني ظرف كده بتتقفل تقفيلة فنادق، حاجة فلة 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 فلة. حطي لايك بقى واشتركي في القناة، حطي اللايك. هنا خلاص قفلت اهوت، خلاص ورقة الجلاش معايا اتقفلت وبقت زي الفل معايا. هبدأ هنا اجيب بس ورقة من فوق احطها. مش عايزه تجيبي ورقه وتحطيها ما تحطهاش، بس انا هجيب ورقه كده زي ما انتم شايفين وادخلها اتنيها كده، وادخلها من الجوانب، واقفل بيها وش جلاشه كده من فوق، وخلاص زي الفل. خلاص كده بقت معايا، ما اقولكمش يعني كان طعمه فعلا حلو قوي قوي قوي. وزي ما قلت لك لو انتي ما عندكيش لحمه ممكن تعمليه بالجبنه القريش، وجبنه مثلا رومي، واي بواقي جبنه عندك بقى، جبنه مبشوره رومي، جبنه مثلا قصاقيس، جبنه بيضه اللي هي الجبنه القريش العاديه، الجبنه فته ديت، جبنه قديمه حتى، جبنه حادقه. انا عن نفسي ساعات لما بيكونش عندي مثلا لحمه او فراخ او زهقانه مثلا مش عايزه اكل لحمه وفراخ، مش عايزه اعمله بحشوه اللحمه والفراخ يعني، بقوم عامله اقوم جايبه بقى شويه جبن من اللي عندي، بواقي كل الجبن اللي عندي. لو عندي جبنه قريش مثلا حاسه انها خلاص هتبدا تبوظ، بقوم جايبه جبنه القريش مقطعه عليها فلفلايه او شويه فلفل الوان، وحاطه اللهم صل على النبي جبنه رومي لو عندي، جبنه موتزاريلا، اي انواع جبن بخلطها مع بعضيها، واحط عليها فلفله واحشيها في النص. والله ما شاء الله بيبقى حلو جدا على فكره، طعمه بيبقى حتى بالجبنه وشويه زيتون مثلا لو عندي زيتون مخلي، بيبقى طعمه حلو جدا جدا جدا. زي ما انتم شايفين هنا بقى خلاص كده جبت بيضه إيه وحطيت عليها شويه اللبن وشويه بهارات، وهسقي بيها الجلاش بتاعنا. طب لو انا عاملاه بالجبنه نفس المقادير برضو ونفس كل حاجه، يعني انا بعمل كل حاجه، بجيب بيضه وشويه اللبن واحط عليهم شويه بهارات واسقيه بشويه اللبن وشويه والبيضه، ما بالجبنه اذا كانت الحشوه جبنه بقى كبده فراخ اي حشوه فيه من جوه انا بعمل كده. حطيت من فوق كده شويه شويه بتاع ده اقوله معايا، شويه جبنه موتزاريلا، وخلاص ادخله الفرن ويبقى زي الفل. انا هنا كنت بعمل رز بلبن، انا بصراحه مش فاكره صورته ولا لأ، بس ما اعتقدش صورته معاكم. بس كان الجلاش بقى استوى وطلع وكان زي الفل. عملت جنبه بطاطس مقليه، شويه برنجان مقليين، وشويه سلطه. وده كان فطارنا النهارده، جميل ولذيذ وخفيف، وحاجه كده حلوه خفيفه، وطعمها كان فعلا جبار. وشايفين قطعه الجلاش طالعه بريفكت، حاجة كده جامدة جدا. أقول لكم بقى في رعاية الله وحفظه، ونتقابل إن شاء الله في فيديو جديد بوصفة جديدة. باي باي.